طبعا في ناس كتير جدا فاكرة مشهد موت مفاسة في فيلم الأسد الملك، لكن في ناس تانية متأكدة ان هي شافت نسخة مظلمة واكتر رعبا من نفس المشهد ده زمان. والحقيقة ان ده مش وهم، فديزني قبل ما تنزل الفيلم كانت بتعمل نسخ اولية للمشاهد اسمها بنسل تيست او ستوري بوردز متحركة. ومشهد موت مفاسة كان من اكتر المشاهد اللي اتجربت بشكل مرعب نفسيا. ففي النسخة دي جابوا مفاسة وهو بيقع على الارض وبيموت، وسيمبا كان بيقرب منه ببطء ومن غير اي موسيقى. لكن فجأة في أغنية مرعبة بتشتغل وسكار بيخرج بزاوية مختلفة من الزاوية اللي احنا عارفينها في الفيلم، وكان شكله مخيف جدا. بس لما ديزني شافت ان المشهد بالشكل ده ممكن يسيب أثر نفسي قوي على الأطفال، فقررت ان هي تعدله وقصرته وأضافت موسيقى وقطعت الكاميرا بسرعة، والنسخة القاسية دي اتحذفت بعد كده. لكن الستوري بورد بتاعها فضل موجود، وده السبب اللي خلى ناس كتير لغاية النهاردة متأكدين انهم شافوا مشهد موت مفاسة المرعب ده زمان، وانا واحد منهم.